الجيش تحت الجيش دلوقتي في العباسية. الناس دي كلها الناس دي كلها مصريين بيدوا المجلس العسكري مش عشان حاجة، مش عند الناس بتوع التحرير. الناس بتوع التحرير قلبهم على البلد، الناس بتوع العباسية برضه قلبهم على البلد. واحنا هنا عشان نقول للناس كلها ان احنا هدفنا ان احنا نعدي بالبلد من مرحلة لمرحلة. مش الهدف ان احنا المجلس العسكري او غيره. المجلس العسكري هو الوحيد دلوقتي اللي ممكن يعدينا الفترة دي. الناس دي كلها مؤيدة للمجلس العسكري. لسه في ناس تانية هتيجي. ايه ده؟ عندنا ناس بتصور في التحرير. ايوه كله مختلف عن التحرير. شوفوا هناك بقى الراجل ده اهو. شوفوا هناك بس دي ابسط حاجه. واحد من الناس اهو، واحد من الناس من اللي محتاجين برضه. هو مش يعني الطبقه العاليه ولا اي حاجه، برضه من الناس اللي محتاجين. احسن واحد ليه مش عاجبينهم دلوقتي؟ عايزين واحد بصرافهم. هم عايزين واحد بصرافهم هو عشان تبقى بلد تبقى زي لبنان. اهو هات الراجل ده. هنا بتعمل ايه يا حاج؟ انا بجمع عشان اشجع مع الناس دول. عشان بس كده؟ وعشان البلد. عشان ايه؟ عشان البلد تعيش. البلد تعيش اهو. اهو راجل اهو. طبقات مختلفة اهي. طبقات مختلفة من الصعيد والله ما انتمي لاي حزب. بقول لاي عرض بيهاجم مصر وبيهاجم الجيش وبيهاجم الشرطة
بلاش شغل خيانه وغدر. مصر محميه برجالتها. احنا ناس مؤدبة. يا عم سيبنا نتكلم براحتك. سيبوا مصر وجيش مصر في حالها. بتهاجموا الشرطه ليه؟ عايزين فراغ امني ليه؟ عشان الواحد يستغيث ما حدش يغيثه، تبقى البلد في فوضى. 100,000 قتيل في ليبيا لصالح مين؟ كل اللي بيحصل في مصر لصالح مين؟ لصالح مين ان جيش مصر يقع؟ جيش مصر اللي حمى مصر، مصر اللي احتلها الاكسوس واحتلها الرومان واحتلها الفرس واحتلتها اسرائيل وطردهم الجيش المصري. عايزين ايه من جيش مصر يا خونه يا مجرمين؟ ان شاء الله مش هيقع، ان شاء الله هيدمر. طول ما الناس دي موجوده الجيش موجود. اسمي شعبان عبد العزيز من بلاوي. وعلى فكرة الناس اللي بتروح التحرير من ضمن في طلبة في متطرفين سياسيين. هو دي اهل مصر. دي اهل مصر. انا من الفيوم وجيت من الفيوم مخصوص هنا عشان اقف اقابل اهل مصر. اهل مصر الحقانيين المظبوطين. صور الناس اللي فوق دول. الناس اللي فوق تصور الناس الناس والناس اللي فوق دول اكتر من 600. التلفزيون المصري التلفزيون المصري بيقول لك 600 في العباسية بس. شوفوا اللي على الكوبري بس لوحدهم كام. ان شاء الله هيزيد. يقول كلمة مصر اولا ودائما. الراجل ده قال احسن كلمة، مصر اولا ودائما. الناس اللي في التحرير كلهم اخواتنا. لو حد من التحرير هدفه البلد ومصلحة البلد احنا بنأيده وهندافع عنه، والناس اللي هنا برضه هدفها البلد ومصلحة البلد وبرضه هندافع عنه. لكن اي حد تاني مش هدفه البلد ومصلحة البلد مش هندافع عنه وهنبقى ضده. انتوا وقفوا راسين في الحلال. احنا جايين نقول ان في ناس برضه هدفها مصلحة مصر لكن بفكر تاني. انا لو هدفي مصلحة مصر ما خربش مصر، ما قسمش مصر، ما جيش ضد الدعامة الرئيسية الوحيدة اللي ثابتة دلوقتي في مصر واقول هدوها. انا لو انا بحب مصر ما اروحش اهد وزارة الداخلية وهي حصن الامان في اي دولة من دول العالم. لو انا بحب مصر ما قلتش، لو انا بحب مصر ما قلتش، لو انا بحب مصر ما قلتش تتقسم مصر، ما قلتش الجيش يمشي، ما عملش حاجة في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب واقول المجلس الاعلى للقوات المسلحة غير الجيش. الله، ما هم قادة افرع القوات المسلحة. يبقى انا بعمل ايه؟ بقطع. انا بعمل ايه؟ انا بقطع بين الجيش وبفصل بينه وبين قادته. ايه اللي انا بعمله؟ بعمل انقلاب عسكري، بعمل فوضى، بعمل جيش مصر الحر. احمد شومان الخاين الفاسد طلع مرة تانية بعد محمود سعد العميل ما قال يا سيادة المشير والنبي على قنوات التلفزيون والنبي ما تحبسوش، شاب ومتهور، شاب وانفعل رغم انه ضابط. احنا جيش الشعب، احنا جيش مصر الحر كما هو في سوريا. وكأني صعبان عليهم مصر تبقى محترمة، مصر تبقى مستقرة، مصر كنانة الله في أرضه من أرادها بسوء قسمه الله. مصر كنانة الله في أرضه من أرادها بسوء قسمه الله. لكن الله يا مصر اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر. مصر بتضيع من شوية عملاء. رسالة بكررها مرة تانية يا بردعي، عمرك ما هتبقى رئيس مصر. عمرك بقولها 100 مرة كل ما بتكلم. عمرك انت بعت العراق للامريكان ودخلوها. عمرو موسى باع ليبيا على طبق من فضة لحلف الناتو، واللي اتبهدل ما هم مش الثوار بس، مدنيين وثوار وكله. ليبيا اتبهدلت، احنا الدور علينا؟ لا مش هيحصل. بس ادي ناس من العباسية اراهم زي ما انتم سمعتوا، مش اي. انا حزب الكنبة يا جماعة. احنا حزب الكنبة، لا الصالونات، حزب الصالونات، احنا حزب الصالونات. ده عندي جيش المصري. انت هتجيب لهم في الوقت المناسب، هنجيب لهم في الوقت المناسب.
العباسية، من وسط ميدان العباسية قابلنا ناس من كل الطبقات، من الطبقة العالية من الطبقة المتوسطة ومن الطبقة الفقيرة، من كله، عشان ما حدش يقول ان الاغلبية الصامتة او الناس اللي قاعدة في بيوتها مش عاجبها اللي بيحصل في التحرير، ان الناس دي مالهمش رأي وان التحرير هو الممثل الوحيد لمصر. لا، التحرير فيها ناس كلها بتحب مصر، ليهم هدف، لكن ما يغيروش حكم. مش كلام الناس اللي في التحرير يمشي على كل مصر. مصر فيها 88 مليون واحد، دول ناس كلها مصريين قاعدين في البيت، قاعدين في البيت، ليهم دور، مش معنى ان هم قاعدين في البيت ان هم مالهمش دور، ليهم دور، ودورهم ان هم بيحافظوا على البلد دي وخايفين على البلد دي، والبلد دي لازم يحصل فيها انتقال من حته لحته. اي انتقال او اي ارتقاء هيحصل فيه خسائر. كل اللي نازل دلوقتي نازل ومحلف نفسه عشان مصر. المصريين اللي كانوا قاعدين في البيوت في 25 يناير نزلوا النهارده هنا ميدان العباسيه. نزلوا ليه؟ عشان كلمه الحق، كلمه العمل، كلمه النقاء لمصر. عايزين ننقل مصر يا اخوانا، عايزين ننقل مصر. المجلس العسكري والشرطه والقضاء والفلاحين لهم راي، الفلاحين لهم راي اخر. بلدنا انهار، احنا عايزين نحمي بلدنا. نعم لازم انا قبل 93 6 اكتوبر ومستعد ادافع عن بلدي في اي وقت من كان، مهما طال عمري والله طال اجلي. دول اللي في التحرير دول متعجرين، دول حبيب العدلي ودول ولاد حسني مبارك، دول بيقبضوا بالفلوس ولاد الاحبه اللي بايعين وطنهم، بايعين وطنهم. الكاميرا انا يعني احنا بننادي على انا من حزب الكنبه اللي بيقولوا بننادي لاخواتنا اللي في التحرير يجوا يجمعوا هنا، لان احنا من غير الجيش. الراجل ده جامل فيوم، من غير الجيش جامل فيوم، اي حاجه. الجيش هو اللي حامينا، الجيش الشرطه، الجيش من غير الجيش، احنا البلطجيه هيحكمونا. مفيش دوله، مفيش دوله من غير الجيش، من غير الشرطه، من غير القضاء، مفيش دوله. لا لا الراجل هيقول كلمه. حاجة على طبيعتنا. احنا عملنا في رقبتك كل المصريين، عملنا في رقبتك يا مشير والجيش. احنا معاك يا مشير، خد يا حاج، احنا معاك يا مشير. ميدان التحرير لا يعبر عن صوتي ايا كان عدد الناس اللي في التحرير. انا بطالب المجلس العسكري انه ما يسمعش للناس بتوع التحرير، هم مش الاغلبيه، وممكن نكون احنا هنا في العباسيه مش الاغلبيه. في حاجه اسمها قانون، في حاجه اسمها استفتاء، في حاجه اسمها ان الشعب كل اللي واقفين اللي اتكلموا دول بينزلوا يقولوا رايهم. دورنا ان احنا نحافظ ان الاستفتاء ده ما يكونش فيه اي تزوير. لو ما عرفناش نحافظ عليه يبقى لسه البلد ما وقفتش زي ما هي. دورنا ان احنا نحافظ ما يحصلش تزوير. مش كام مليون واحد هينزلوا التحرير هيعبروا عن 88 مليون واحد. ايا كان الرقم، ايا كان الرقم، ميدان التحرير لا يستوعب الرقم اللي الناس بتقوله في الاعلام. احنا لينا راي، التحرير جزء مننا، احنا كل التحرير جزء مننا. التحرير قال رايه يوم 25 يناير، النهارده الراي مختلف. التحرير النهارده مضل مكتوب عليه، الشباب مكتوب عليها. المجلس العسكري لازم يكمل المسيره، القضاء، الشرطه لازم يكملوا بينا المسيره عشان نوصل بمصر بر الامان. ولا تاجيل للانتخاب، ولا تاجيل للبرلمان، ولا تاجيل للرئاسه. المسيره لازم تتم يا اولاد. البلطجيه مصلحتهم ان البلد تبقى فوضى، الحراميه عايزينها تبقى فوضى، مش عاوزين اي اجراء يتم، لا مجلس ولا انتخاب ولا اي حاجه. التاجيلات مش مصلحه مصر، مصلحة احنا اولاد مصر. وقفة صامتة، احنا بنقول لكم النصيحة، احنا ما فيناش قوة زيكم. البركة في الشباب. نرجو ان انتم تكونوا استوعبتوا يا اولاد وفهمتوا رأي الاباء وفهمتوا صورة الاباء وصورة الناس الكبار. شكرا. انا بس عايز اقول ان اي دولة في العالم ليها 3 اضلاع. 3 اضلاع دول حتى لو فاسدين او مش فاسدين لازم يكونوا موجودين. جيش وشرطة وقضاء، لازم يكون في جيش وشرطة وقضاء. دورنا ان لو اي حد فيه فاسد من ال3 دول ان احنا نقومه مش ان احنا نعزله. لو عزلنا اي واحد من الاضلاع دي اي بلد تقع، اي بلد ما فيهاش جيش هتقع، اي بلد ما فيهاش شرطة او داخلية هتقع، اي بلد ما فيهاش قضاء هتقع. الفرات، النيل، نجم داوود.
النهارده 25/11 احنا هنا في العباسيه، هم هناك في التحرير. عايزين كلنا نروح الازهر، باب المغاربه بيتهد في المسجد الاقصى، ودي اول المؤامره. يا ريت كلنا، انا من حزب الكنبه واول مره في حياتي انزل في مكان، اول مره في حياتي انزل في مكان. العمليه بقاش قادرين نسكت عليها، قسما بالله اخر 10 جنيه في بيتي هي اللي نازل بيها بصرفها بالمواصلات. وشكرا. كل دول ناس برضه مصريين ونازلين هنا عشان هدفهم مصلحة مصر بس. التحرير ما بيمثلش جمهورية مصر العربية ولا العباسية بتمثل جمهورية مصر العربية، بس احنا في اختلاف في الرأي. الهدف واحد، هناك ليهم هدف، هناك ليهم هدف، واحنا هنا لينا هدف. هدفنا وهدفهم واحد، لكن طريقتنا وطريقتهم مختلفة بس. نفكر هنعدي ازاي، مش هعرف افكر وانا بوقف مصالح البلد. نزول التحرير ووقف الناس اللي في التحرير ده غلط. يريد اسقاط التحرير، شعار جديد ده. بس النقاب وبتاع يبقى كله يعني كلها يعني المحجب والمنقب نريد استقرار للبلد، ودي الجيش اللي حمانا، الجيش اللي انتصار، جيش 73. المشير ده مش بطل 73. انا عاوز اسالكم يا بتوع التحرير، عملتوا ايه للبلد؟ عايزين استقرار للبلد، عايزين بلدنا تعيد، عاوزين استقرار، عايزين استقرار لبلدنا. بعد اذنكم كده حزب كنبه وكل حاجه. برافو عليك كده. احنا جايين اولا لا واخدين فلوس من حد ولا مؤجرين، احنا جايين اصلا عشان بنحب البلد، عشان البلد ما تقعش اكتر من كده. واللي بيحب مصر يقول احنا عايزين الجيش يمسك، لا طنطاوي ولا غيره. هو طنطاوي بيمثل الجيش، بيمثل مصر، مش شرط ان هو طنطاوي يعني بعينه. احنا عايزين اي حد يمسك الجيش دلوقتي، البلد دلوقتي، واللي ماسك الجيش دلوقتي هو طنطاوي. احنا عايزين توضيحا احنا عايزين نمسك البلد حاليا. ليه لو كفي البلد هتبقى فوضى، هتبقى زي العراق بالظبط. القصة مش المشير طنطاوي، القصة مش عنان، القصة المجلس العسكري ايا كان القائد بتاعه. المجلس العسكري هو اللي لازم ينقل مصر من المرحلة اللي احنا فيها دي لمرحلة الانتخابات للرئاسة. هي المؤسسة الوحيدة اللي تقدر تحمي الموضوع ده بس. هنبقى زي العراق، هنبقى زي العراق. البرادعي امبارح اعترض عليه ان هو يبقى رئيس مجلس النواب، ما مسكش ليه؟ كان مسك وكان البلد هتهدى اكتر من كده. يعني اللي هو عايز كده اصلا، عايز نبقى في هيصه ونبقى فوضى، لان هو عامل الامريكان. هم بيقولوا هنا يا برادعي يا جبان يا عامل الامريكان، يا برادعي يا جبان يا عامل الامريكان. كل هم دلوقتي التحرير وبس مجمع التحرير بلاد السوداء قاعدين في خيام 5 ستار، واللي جواهم اصلا طلع مش لاقيين ياكلوا، يعني لابسين مقطع اصلا. حتى السؤال كمان، هات واحد من اللي عنده 14 و18 سنه بيحدفوا الطوب، يفهموا ايه في السياسه ولا
يفهموا ايه؟ الجيش المصري 14 سنه بيعملوا ايه؟ الجيش المصري نزل يوم 28 يناير أيد الثورة. لو كان طمعان في السلطة كان عمل فينا زي سوريا واليمن. الجيش المصري مش طمعان في السلطة، هو عاوز يسلمها. احنا ميادين المشير. لا اتكلم، قول اللي انت عايزه. قول كلمتين. اتفضل. هم مش عايزين انتخابات تتم عشان خاطر عارفين نتيجه الانتخابات. طبعا كلهم هيتعزوا. فيقول لك الثوره مستمره عشان لو الثوره خلصت بالانتخابات خلاص الثوره خلصت. هدفنا ان انت في انتخابات اول مره تشوفها من غير تزوير. عايزين ايه اكتر من كده؟ هم عايزين يبشروا الانتخابات عشان خاطر عارفين قيمتهم ان هم ولا واحد منهم هياخد اصوات الناس. الاخوان تكسب، اي حد يكسب. هم مش عايزين شرعيه بالانتخابات، عايزين شرعيه، عايزين مجلس رئاسه مدني بالباراشوت، عايزين ينزل علينا بالباراشوت. لو اتعمل مجلس رئاسه مدني، لو جابوا البرادعي هينزل الاخوان يقول لك مش عايزين. لو جابوا المسبوقه بتاعت الجزيره وغيرها. المناطق عايزه مننا ايه؟ دي برضه اراء الشعب المصري من جميع الفئات ومن جميع الطبقات هنا في العباسيه. احنا مش في التحرير. التحرير ما بيمثلش كل المصريين، كلهم اخواتنا وكلهم بندافع عنهم عشان هم بيحبوا مصر وعايزين يتنقلوا بيها من مرحله لمرحله، لكن هم لا يعبروا عن الشعب المصري. رساله بقى بالنسبه لتشكيل الحكومه، عصام شرف هم اللي اختاروه. بعد ما شكل الحكومه عملوا مليونيه عشان يشيلوا 10 15 وزير ويقول لك مش عايزين. يعني هم مختارين الحكومه وزير دلوقتي وبعد كده يعملوا مليونيه مش عايزين. التحرير، الشعب يريد اسقاط التحرير. احنا مش عايزين التحرير، احنا عايزين استقرار، مش عايزين اكتر من كده. احنا عايزين استقرار البلد عشان نعرف ناكل عيش يا جماعه. بس هو اللي شكل الحكومه. يا جماعه الاعلام المصري اللي بيحرض التحرير ايوه رمضان لمثل الحديد الكلاب دول محمود كل دول بيحرضوا الشعب المصري ان هو يبوظ البلد. حرام عليهم بتوع مصر، حرام عليهم شعب مصر. شعب مصر بيحب البلد. الجيش المصري لو كان طمعان في السلطة ما كانش نزل يوم 28 يناير أيد الثورة. اتكلم يابا، قول يا من العام. انا طبعا انا مصري وبحب الجيش وبحب الشرطه وبأيده والله من قلبي. راجل كبير السن وجاي ما نمشوا لله من فرحتي بالشرطه. الله اكبر الله اكبر. يعني احنا معاك. الراجل ده من النظام القديم اللي احنا مش عايزينه. الراجل ده هيعوز ايه من النظام القديم؟ الراجل ده هيعوز ايه من النظام القديم؟ نظام قديم ايه؟ الحمد لله الحمد لله يا توفيق يا كاشا. ربنا يديك الاول ويقويك يا رب واحنا معاك يا دكتور يا توفيق. بلد من غير جيش من غير سياده. يا رب يا رب يا رب احنا معاك يا توفيق. احنا معاكم بتاعت جرك كلمه بس يعني. بلد التخطيط يا بيه تخطيط مسؤولي. وقع الشرطه وقع القضاء فاضل الجيش ما نقدرش نستغنى. ودول الثلاث حاجات دول مقومات اي دوله. يبقى تخطيط لعين صهيوني مسؤولي. اكتر من كده مش هقول. ده خلاص الكلام. هو الاعلاميين بيطالبوا بالعداله الاجتماعيه. في عداله اجتماعيه في الاجور بتاعتهم، ما بياخدوا بالملايين والشعب مش لاقي ياكل. هم ما بيقولوش كده ليه؟ ما بيقولوش الكلام ده ليه في اعلامهم؟ عايزين ننزل الجماعه العاليين دول، عايزين ننزلهم في العالم. ما تفتحش لما اقول لك ايه ده؟ ما تفتحش. خلينا زي ما حضرتك عايز. طبعا هباني الصورة. طبعا اللي بيحصل في مصر بهذا المنظر عمره ما حصل في اي دولة متقدمة. احنا هنلاحظ الاتي على اللي بيحصل في التحرير انفلت لسانهم وانجرفوا الى العيب. ما فيهم حد بيقول كلمة حق، كله بيكذب وكله بيرمي تهم على غيره، على الرغم ان هم الاساس المشكلة. جميع الزعماء او الناس اللي بيقولوا انهم ثوار هم مش بثوار. كل الزعماء بتوعهم. نعم. طيب حاضر. لو هنتحرك من هنا
بالنسبة ما تدعمه حركة التحرير، حركة التحرير اللي موجودة هناك أكثر القادة بتاعهم وقعوا في جرائم جنائية سب وخص وتحريض على قلب نظام الحكم وتفسيد الدولة. ومن أمثلة الكلام اللي حصل ده ممدوح حمزة هذا جاء من 4 أيام على القنوات الفضائية بيقول الثوار أثروا عربية من الشرطة، بيقول إن الثوار أثروا عربية من الشرطة. هل هذا كلام مقبول؟ غير مقبول. ممدوح حمزة يقول إن أثر سيارة، يعني إيه أثر سيارة؟ هي حرب في الدولتين. الأخ اللي اسمه حازم أبو إسماعيل جاي يقول دلوقتي ولازم رسالة صغيرة بس يا سيدي النوم. انا عايز انوه عن حاجه بسيطه جدا. الناس اللي موجوده في ميدان التحرير واللي بيخشوا شارع محمد محمود، فيه ايه في شارع محمد محمود؟ جميع الاعلاميين والقنوات الاعلاميه خرجوا ونددهم باللي حصل في شارع محمد محمود. هي حقوق الانسان دي المفروض بتفرق على الشعب وما تسريش على افراد الشرطه. الافراد المساكين اللي جايين من الارياف يخدموا في الجيش عشان الامن وعشان يعززوا الامن والاستقرار في البلد، دول ما لهمش حقوق انسان يعتدى عليهم بالرشق بالحجاره والضرب. يعني ايه عيل عنده 15 سنه عايز يقتحم وزاره الداخليه؟ رمز من رموز السياده في مصر. ده خط احمر، ده خط احمر. انا بوجه النداء لكل ضباط الشرطه، اي موقع من مواقع الداخليه، وزاره الداخليه، اسم من الاقسام، مركز من مراكز الشرطه، لو اقتحم من خلال البلطجيه، لان اللي بيقتحموا دول بلطجيه مش ثوار ومش معبرين عن الراي، لو اقتحم اي مكان لاماكن وزاره الداخليه ما يستحقوش البدله العسكريه اللي هم لابسينها، واحنا معاهم والشرطه والشعب والجيش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى كل من يريد هدم مؤسسات الدولة، أنتم واهمون. رسالة إلى من يريدون إباحة الشذوذ والمتطرفين الجنائيين، وكل المقصود منه اسقاط مصر وجيش مصر، لان الباقي حاليا الوحيد هو جيش مصر. سقطت ليبيا وسقطت سوريا وسقطت السودان ولم تبقى الا جيش مصر. هم عايزين يسقطوا جيش مصر لان جيش مصر اذن لهم في 73 اشتروا الناس بالفلوس لاسقاط منشآت مؤسسات الدولة والاعتداء على رجال الشرطة والاعلام الخائن يظهر ان الشرطة هي المعتدية. مين قال ان البلطجي يقتحم القسم واذا قتله الضابط يقال له انت مجرم؟ من المجرم؟ المعتدي ام المعتدى عليه؟ هو ده الاعلام المصري، هو ده الاعلام المصري. فين الاعلام المصري اللي بيقول ضابط الشرطه يقف في مواجهه اي مصري والاثنين يضربوا بعض والاثنين يموتوا، مين فيهم الشهيد؟ ضابط الشرطه ولا المواطن المصري؟ واحد منهم شهيد. ده سؤال انا عايز له اجابه. انا من وجهه نظري شايف ان الشرطه بتؤدي دورها باي شكل من الاشكال. لو ضابط الشرطه هو اللي مات من وجهه نظري هو اللي شهيد. مع احترامي لكل أرادت الشرطة أن تحمل مواطن، كلما أرادت الشرطة أن تحمل مواطن اعتدوا على الشرطة لكي يضعفوها، والآن يريدون الوقيعة بين الجيش والشعب، ونقول لهم إن جيش مصر لن يسقط، وعلى استعداد إن احنا نضحي بعيالنا. مبسوطة من اللي شايفاه في العباسية. الناس المحترمة اللي بتحب مصر هي اللي تنزل
دي طبقة تانية من طبقات الناس اللي موجودة كل اللي في العباسية الناس الكبيرة اللي بتفكر اللي قلبها على مصر، مش الأطفال الصغيرة اللي بياخدوا مصروف من ماما. نسيت الحاجة اللي كنت عايزين نقول في التحرير ان احنا حزب الكنبه اهو وصوتنا اعلى من صوتهم. وللصبر حدود، خليتونا نزلنا من بيوتنا، هتخربوا البلد. حبوا مصر اللي ربيتك مصر. ميدان التحرير لن يسقط مصر. ميدان التحرير ما يسقطش مصر. لا ما يحكمش. لا يحكم ايه؟ ما يحكم ايه؟ لا بص الوجوه اللي هنا وبص الوجوه اللي هناك. اللي هناك أبيض بياخدوا مصروفهم من ماما. قابضين. اللي في التحرير كلهم مأجورين ولسه بياخدوا مصروفهم من ماما وبابا. روح اشتغل ابني مصر، ابني مصر. احنا في التحرير، اللي في التحرير دول كلهم عيالنا، انما بص شوف الاشكال اللي هنا، بص الاشكال اللي هنا كلهم ناس كبار ومثقفين ومفكرين. مش شويه عيال هيسقطوا البلد، مش شويه عيال هيتحكموا فيها. مهما يدفعوا لهم فلوس، مهما يدفعوا لهم فلوس مش هيهدوا البلد مش ابدا. انتوا صوت مصر ابدا ولا تعبروا عن 88 مليون ابدا. مكتوبه منكم حوالي، مكتوبه ومقبوله. احنا عارفين في ناس كويسه، بس في ناس وحشه. ارجوكم يا واحد بيبكوا عشان نلم مصر والانتخابات تلم سلام. ربنا يسامحكم على اللي عملتوه في مصر. ضيعتوا مصر، والله العظيم ضيعتوا خربتوا مصر. البلد وزودتوا البطاله والناس لاقيه شغل. مش مصريين، لو بتحبوا مصر كنتوا تبقوا معانا هنا في العباسيه مش في التحرير. ده مخطط امريكي وصهيوني قديم. لو بتقروا في الماسونيه العالميه، الماسونيه العالميه اللي عايزه تحكم العالم من مصر. فوقوا يا مصريين، اعرفوا المؤامره المعموله ضدهم. حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد يسوي صورة الجيش او صورة الشرطة او صورة القضاء. هم عايزين يسقطوا مرة تانية انا مشيت من العباسية وراجع عشان احط اراء الناس دي على الصفحات الرسمية بتاعت مؤيدي المجلس على الفيسبوك، وراكب تاكسي عادي جدا، وادي الطريق اهو، ومعايا صاحب التاكسي عايز يقول كلمة ايا كانت كلمته. على فكرة ايا كانت كلمته هو هدفه مصلحة مصر. انا بقول يا باشا ان دلوقتي البلد ما فيهاش الا عمود واحد ساندها، هو القوات المسلحه. لو العمود ده وقع البلد دي كلها تقع، هتبقى في حرب عصابات. الله ينور عليك. مفيش امن في البلد، يبقى مفيش امن ومفيش جيش. اني مخ يقول كده؟ النهارده كل واحد ماشي في الشارع مرموش على بيته، مرموش على مراته، مرموش على عياله، يروح يودي التاكسي. انا اختي دي لغايه دلوقتي مرموش على العيال. يعني انت حاج مؤيد المجلس. ايوه يا بيه، لازم يقف لغايه لما يسلم البلد ديت لسلطه مدنيه. عايز الانتخابات تتم في ميعادها؟ طبعا يا باشا. طيب تنتخب البلاد عشان يبقى دي اول مرحله، نبتدي نشوف هنعمل ايه بعد الانتخابات. واحد من اراء الناس الشارع المصري تاكسي وقفته مش متفق معاه، وادي رايه اهو، مش الناس اللي في التحرير انا اللي كلمتهم ما علينا. اعرفكش حتى يا باشا، انت راكب معاه بالصدفه. التحرير يعبر عن رايك؟ لا بامانه لا. ماشي. الناس اللي في التحرير دوت عشان يروح ويضرب في الداخليه ويبوظ دوت. ايه اللي شوف الكوكتيل اللي في التحرير؟